واسباب يعني السمنه اللي يعني بتصيبنا وبتصيب اطفالنا دلوقتي للاسف الشديد ايه؟ هو للاسف السمنه المفروض ان هو موضوع كبير جدا. يعني ممكن ناخد فيه حلقات مش حلقه واحده. لازم كلنا نبقى عارفين ان السمنه طبعا دي مرض مش اي حاجه، ولازم كل شخص يبقى عنده زياده وزن او بدانه او سمنه، وخصوصا ان احنا دلوقتي في الوطن العربي كله بنشتكي من زياده في الوزن. ممكن يبقى عنده زياده 5 10 15 30 حسب الحاله بتاعتنا. بيبقى عندنا مشكله السمنه، وبنقسمها طبعا لدرجات على حسب كل شخص وزيادته. بتتقسم لدرجه اولى وثانيه وثالثه، وفي ناس بيبقى عندها زياده وزن. وكل درجه بيبقى ليها طريقه في التعامل بالنسبه للنظام الغذائي اللي بياخده، بالنسبه لو في علاجات بياخدها كوسيله مساعده، بالنسبه لانواع الاجهزه اللي ممكن نستعملها، بالنسبه لنوع الرياضه اللي بيلعبه. كل ده بيختلف من شخص لشخص. يعني مش كل واحد بياخد نظام ويقول لك ان انا بخس يبقى كده هخس. ممكن يخس خسسان غلط فيأثر معاه في الصحه، وممكن يخس خسسان صح يحافظ على صحته وما يزيدش الوزن ده تاني. طبعا كلنا عارفين ان دلوقتي الوطن العربي كله بيعتمد ان هو بياكل وجبات سريعه كتير، نتيجه ان الحياه السريعه بتاعتنا ومشغولين طول النهار فما بناكلش طول النهار، ونرجع بالليل ناكل وجبه واحده وننام. كل ده بيعمل لنا سمنه في الجسم او مشاكل صحيه كمان بخلاف زياده الوزن. تنظيم الوجبات مهم جدا، ان انا لازم افطر واتغدى واتعشى، دي من الحاجات المهمه في علاج مرض السمنه او زياده الوزن. طبعا ده كله هنتطرق فيه في خلال الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. كمان في يعني مشكله الحقيقه احنا بنلمسها، وعايزه اعرف هل ده يعني مشكله عرضيه، لان هي بتستمر لفترات طويله، او ممكن تبقى كمان نمط حياه، وهي مشكله الكسل في ممارسه الرياضه. فهل الكسل نقدر ان احنا نصنفه ان هو عاده سيئه، ولا ارتقى شويه بقى ل يعني مرتبه المرض؟ الكسل المفروض ان هو دلوقتي في مرض الكسل ده مرض مش حاجه عاديه، ومش كل الناس بيبقى عندها كسل مرضي. في ممكن يبقى كسل نتيجه ان هو ما عادش بيمارس مجهود حركي ورياضي، فالعضلات عنده خملانه، فهو اتعود على الحياه الروتينيه اللي هي المرفهه شويه، او ان هو يبقى مريح ما بيعملش اي مجهود، فبالتالي ما فيش مجهود حركي بيعمله، فبالتالي بقى كسلان. في ناس ثانيه بيبقى عندها الكسل ده مرض فلازم يتعالج منه. ممكن يبقى عنده الكبد كسلان شويه، او في دهون على الكبد زياده عامله له خمول في جسمه، فبالتالي هو مش عارف يمارس رياضه او يتحرك. لازم يتعالج من المشكله عشان يبدا يعمل مجهود حركي ورياضي فيبدا يخس. الرياضه من الحاجات المهمه جدا في علاج مشكله الكسل. ليه؟ لان هي بترفع معايا معدل التمثيل الغذائي، فبترفع معايا معدل الحرق والطاقه اللي خارجه بره الجسم، فبالتالي الشخص بيحس بنشاط وحيويه. بتساعد معانا في افراز بعض الهرمونات من الجسم المسؤوله عن تنشيط الغدد، فبالتالي الجسم يبدا يطلع من مرحله الكسل لمرحله النشاط والحيويه. برضه لو هو عنده سمنه او زياده في الوزن هيبدا يتخلص منها، فبالتالي الحمل اللي هو شايله على جسمه بدا يقل، فيبدا جسمه يخس كويس ويبدا الكسل اللي عنده يروح. لان في ناس بتيجي اصلا يا دكتور ده انا مش قادره امشي، ده انا تعبانه، ده انا مش عارف ايه، عشان مثلا عندها مشكله في ركبتها، مشكله في ظهرها، نتيجه ان وزنها زايد، فبالتالي بدات تكسل عن الحركه نتيجه الالم اللي موجود. مجرد ما تتعالج من مشكله زياده الوزن او مشكله الالم اللي موجود في الظهر او في الرجل او في ايا كان في الجسم، هتبدا تتحرك اكتر، فتبدا وزنها ينزل كويس. استاذنك دكتور هشام، معانا اول اتصال النهارده. معانا ليلى من اسكندريه. اهلا بيكي يا ليلى. عليكم السلام. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. دكتور انا عندي اخويا عنده وزنه 110 تقريبا. تمام. وهو عنده 20 سنه. تمام. وطوله 170. وايه؟ طوله 170. 170. كويس. تقريبا. وعنده سخن في البطن وفي الارضيه وفي الرجلين، وما عندوش وقت خالص، ما بينامش غير 3 ساعات. 3 ساعات في اليوم؟ 3 ساعات او 4 ساعات كتير قوي. طبيعه شغله ايه؟ هو بيشتغل شيف، بس هو متواصل يعني بيشتغل فترتين. بيشتغل فيه مجهود في الشغل بتاعه ولا قاعد؟ لا في مجهود، معظم الوقت واقف. معظم الوقت واقف. انت بتقولي هو شيف؟ شيف ايوه. شيف. تمام. شيف. تمام. بياكل كام وجبه في اليوم؟ هو مفيش وجبات محدده، هو ممكن ياكل مره واحده في اليوم، ما ياكلش تاني لان هو ما عندوش وقت. تمام. انا عايزه اعرف ايه اللي ممكن يعملوه عشان يقدر يخس. طيب هو وزنه من زمان كده؟ يعني وهو صغير كان برضه مليان في الوزن؟ لا وهو صغير كان رفيع.
شويه وكان بيلعب رياضه، ما كانش كده. هو لما بطل رياضه جسمه تقريبا بقى كده. مظبوط، تمام. وبرضه يعني عنده مامته هي مليانه برضه شويه، فما عادش وراثه او نتيجه على ان هو بطل رياضه. طيب حاضر، هرد عليكي حاضر. تمام. وفي سؤال اخير كنت ممكن اساله؟ اتفضلي. انا عندي انتفاخ دايما في البطن، انا مش عارفه ده قولون ولا انتفاخ يعني حاجه عاديه. معلش بس عندك ايه بتقولي؟ انتفاخ في البطن. تمام. انا مش عارفه ده قولون ولا هو ده ممكن يكون انتفاخ انت عادي. بتشتكي باي عرض من اعراض القولون؟ انت بتحسي مثلا في وجع في البطن، في عندك امساك او اسهال، في اي مشكله بتشتكي منها في موضوع القولون ولا لا؟ لا، هو مفيش وجع، هو احيانا بيبقى فيه اسهال وغازات لكن مفيش اي الم. طيب احنا بنقيس مفروض نسبه الدهون بالمنطقه الخارجيه، بنشوف منطقه الدهون فيها قد ايه. هل المنطقه دي عندك زياده ولا بتحسي ان المشكله جايه من جوه؟ لا، انا مش عارفه بصراحه. طيب حاضر، هرد عليكي حاضر، اوضح لك الصوره. لا تحت امرك، تحت امرك. شكرا ليك يا ليلى. واتفضل يا دكتور اياد. المفروض ان هي اولا بتتكلم على اخوها ان هو وزنه تقريبا 110 وطوله 100 حاجه و70. هو طبيعي عشان هو شيف فبيقف فتره طويله في المطبخ فبيشوف اكل كتير، فممكن بيلقط في حاجات خفيفه ويفضل طول اليوم من غير اكل. وده اللي احنا بنقوله، ان انا افضل طول اليوم واكل وجبه واحده اكتر حاجه تتخن. وهي بتقول كمان انه ما كانش تخين وهو صغير، فهو ما عندوش خلايا دهنيه كتير ان هو توصله ل 110 الا ان هو كان غلط وكان بيمارس رياضه ووقف. طبيعي ممارسه الرياضه من الحاجات المهمه جدا، لازم تبقى منتظمه ومستمره. ابسطها ان هو يمشي نص ساعه في اليوم، لان هو كل ما يتعرض ان وزنه يزيد اكتر من كده، وخصوصا ان شغله واقف، ده هيأثر معاه على موضوع رجلين وظهر. يعني هو ممكن عشان سنه صغير ما بيشتكيش الوقتي، بعد كده هيبدأ يشتكي. فلازم ينظم وجباته، لازم ياكل 3 وجبات في اليوم، ما يعتمدش ان وجبه بالليل هي الوجبه الرئيسيه وانا مش هاكل طول اليوم. يبقى له ميعاد ثابت في فطار وغدا وعشاء، وما يحاولش يلقط في النص في اي حاجه غلط. يعني طبيعه شغله هي اللي مخليه يزيد وزنه يزيد. وان هو مارس رياضه وبطل مره واحده، ما اعتمدش ان يبقى حتى في نص ساعه ماشي في اليوم، سواء في البيت في اوسع حته في البيت. ممكن لو عندنا طرقه طويله ونروح ونيجي فيها نبقى بنعمل رياضه فعلا. بالظبط. يعني القران بيقول لنا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فاحنا لازم نمشي ولو حتى نص ساعه في اليوم، في الشارع، في البيت، في الجيم، في اي حته، حسب كفاءة كل واحد في شغله وحسب كفاءة جسمه. عنده مشكلة مثلا في المفاصل، عنده مشكلة في حاجة، بيتحدد له نوع الرياضة اللي هيعمله. زائد انه ينظم وجباته زي ما اتفقنا على 3 وجبات، لان هو تقريبا عنده سمنة كلية مش موضوعية. قالت ان هو بيشتكي من منطقة البطن ومنطقة الرجلين، يعني تقريبا الجسم كله بيشتكي منه. فلازم يعمل تنظيم اكل مع انه يزود المشي بتاعه نص ساعة. هيتغير، ممكن التغيير ما يبقاش سريع، بس هو هيحس بيه تدريجي، هيحس بيه بوقفته في الشغل بتاعه كشيف، ان هو هيبدا يحس انه خفيف في شغله، مش زي الاول الوزن زياده عليه فهو بيجهد بسرعه ويتعب بسرعه ويروح ياكل بالليل ويريح. ده بالنسبه لاخوها. بالنسبه لها هي بتشتكي من منطقه البطن. اولا لازم نعمل تحليل براز ونشوف الدنيا فيها ايه. ثانيا لازم الدكتور يبص عليها يشوف هل عندها ارتخاء في عضله البطن وهو اللي عامل لها انتفاخ في عضله البطن، او عندها مشكله في القولون. طبعا ده بيشوف دكتور الباطنه الاول، بيشوف في مشاكل في القولون ولا لا. لو في حاجه بتاخد لها علاج مفيش مشكله، لو مفيش يبقى لازم تشوف بقى عضله البطن ممكن تبقى ضعيفه، فبالتالي بعض التمرينات اللي ممكن تتعمل لعضله البطن. زائد لو في سمنه في منطقه البطن كسمنه دهنيه انها بتاكل وتنام او كده، تبدا تشتغل عليها باجهزه تفتيت الدهون زي الليزر او الالتراسونيك، الفوكس التراسونيك اللي هي الكافيتيشن، او حاجه اسمها شد ولف اللي هي موجات تردديه. دي بتساعد معايا في تاهيل عضله البطن كويس وتخسيس المنطقه دي. وفعلا بيبقى ليها نتائج جيده وسريعه. هايله، نتائج هايله ما شاء الله، لان بتفرق في الجلسه من سنتي ل3 على حسب كل شخص. لان طبعا كل ما كان كفاءه القولون كويسه والجهاز الليمفاوي كويس المكان ينزل معانا كويس قوي. تمام. في اتصال اخر من صافي من القاهره. اهلا بيك يا صافي، اتفضلي. صباح الخير دكتور. صباح الخير. من فضلك انا طولي 164 ووزني 58 ومن فوق رفيعه جدا وعندي ارداف، وبقالي سنه بلعب رياضه، مش حاسه ان انا خسيت بس حاسه ان انا يعني جسمي اتشد شويه. كويس. وبعدين انا مش ملخبطه في اكلي خالص، باكل اكل صحي، بفطر نص رغيف، بتغدى يعني خضار و4 معالق رز، بتعشى زبادي فاكهه. وبرضه حاسه ان انا مش بخس، فمش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت مش عايزه اعمل اي اجهزه عشان ما تبوظش جسمي. حد في العيله كده ولا انت بس يا صافي؟ ماما كده. طيب حاضر، هرد عليكي. طب شكرا يا دكتور. عفوا. هي صافي بتشتكي من سمنه سفليه. السمنه السفليه طبعا مش من الحاجات اللي بتبقى رخمه شويه في النزول،
لان الجسم ما بينزل من فوق لتحت، ومهما عملت دايت هتلاقيها برضو بتنزل من فوق ما بتنزلش من تحت كويس. لكن هتنزل لان هي عندها عوامل وراثيه مأثره معاها. دايما السمنه السفليه عامه للسيدات بتبقى سمنه سفليه في المنطقه دي نتيجه الهرمونات عندهم بتبقى زياده شويه. لكن هل السمنه السفليه دي يعني هتاخد وقت لكن بيبقى في ليها نتيجه، ولا صعب خصوصا في موضوع الجينات والوراثه انها تنزل بالشكل اللي احنا عايزينه؟ هو السمنه السفليه دايما لما بنعمل لها حاجات موضوعيه بتخلصها كويس قوي وبتعمل نتيجه كويسه اسرع من الرجيم. اسرع، لان الرجيم هينزل من فوق، فلازم يبقى معاها رجيم. هي بالنسبه لها هي واصله للمعدل كويس قوي بالنسبه لطولها ووزنها، فبالتالي لازم هتعمل موضعي. يعني حتى الرجيم مع تنظيم اكلها مش هتحتاج انها تعمل رجيم غير انها تعمل موضعي. مش كل الاجهزه هتبوظ لها المنطقه السفليه، في حاجات معينه هتخسسها من الجزء السفلي من غير ما تبوظه. يعني طب هي ليه بتقول انا خايفه هي ممكن تكون واخده فيدباك سيء، واخده بس فيدباك سيء عن موضوع الاجهزه السفليه. حسب مشكلتها هيتحدد لها الجهاز المناسب ليها، فهيفرق معاها كويس قوي في النزول، لان الاجهزه بترفع معايا معدل الحرق في المكان، بتعمل لي تفتيت للخلايا الدهنيه اللي موجوده، بتحولها من الصوره الصلبه للصوره السائله وتطلع عن طريق البول والعرق بره الجسم، لان بتختلط بالميه اللي موجوده في المنطقه، والجهاز الليمفاوي بيقوم بطردها، لان طبيعي دايما بيبقى عندهم الجزء السفلي ما فيش فيه دوره دمويه كويسه. برضو لو سابت نفسها، دايما اللي عندهم سمنه سفليه بيشتكوا ان يبدا يجي لهم اوعيه دمويه اللي هي الفارجوس فين او الدوالي السفليه، يشتكوا من مفاصل الم المفاصل دايما في الرجلين، دايما اللي بيبقى عندهم سمنه سفليه. فمهم جدا انها تحاول تعمل حاجه موضوعيه تشكل لها الدنيا. دايما في اوروبا بيعملوا جلسات تقريبا كل سنه عشان يحافظوا على الشكل السفلي كويس كل سنه، لان حتى في اوروبا عندهم نفس المشكله. طبيعي يعني طبيعي مش احنا بس. طبيعي، لان الجاذبيه الارضيه بتخلي دايما الجسم يركز الدهون تحت اكتر من فوق. وما نيجي ننزل بننزل كده. لما بنعمل بقى تنشيط للجزء السفلي عن طريق بقى اجهزه الليزر البارد او اجهزه الكافيتيشن اللي هي الفوكس الترا ساوند، بتفرق معايا مقاسات كل جلسه، فبتلاقي موضوع النزول احسن في الجزء السفلي. يعني هي ممكن تكون معذوره في الفكره اللي عندها عن ان في اجهزه ممكن طبيعي، لان في دكاتره دلوقتي بتشتغل باجهزه عاديه خالص، فممكن تجيب نتيجه وقتيه ما تجيبش نتيجه بعديه. فدي مهمه قوي. يعني لازم يبقى نوع الجهاز يعني او نوع العلاج هي متاكده جدا من العياده او من الطبيب، والطبيب كمان يكون هو عارف وعنده الفكره بالظبط الصح، وبيبان من اول جلستين. يعني الشخص بيحس بالفرق من اول جلستين، اذا ما حسش بالفرق لازم يوقف الكورس. طب ما بترجعش تاني يا دكتور؟ لا، هي وسيله امنه للتخسيس الموضعي، ممكن ترجع تاني بس مش بنفس الكميه القديمه. يعني انت لما بتنزلي مثلا ان انت نزلتي 10 سم مقاس، وبعدين رجعنا ناكل تاني وزدنا مثلا ال 10 كيلو كنا زايدينهم، مش هتزيد ال 10 سم المقاس اللي زادوا حتى لو حطينا نفس الوزن. حتى لو حطينا نفس الوزن. اختلاف الوزن والحجم حاجه مهمه قوي الناس مش فاهماها. ايوه، انا ممكن يبقى عندي الوزن كيلو والحجم مختلف، زي كيلو حديد وكيلو ريش، ده كيلو وده كيلو، الحجم مختلف بس الوزن ثابت. صح. فبالتالي عندنا برضو الدهون خفيفه مش تقيله، مش زي اللحمه. ايوه، لان الكتله العضليه بتوزن معايا اتقل. فبالتالي الشخص لما بيخس دهون بينزل في المقاسات والحجم اكتر. اللي يقول له انا هعمل لك جلسه واخسسك وزن، ده بيبقى بيضحك عليه. لازم يبقى مقتنع تماما انه هيخس في الحجم والشكل اكتر من الوزن. لما يلبس هدوم ويلاقي الهدوم ريحت، يشوف نفسه قدام مرايه يلاقي الشكل بتاع المكان اتغير، يبقى هو كده بيمشي كويس. طيب في حاله بقى ايه الاستمرار على عمل هذه الجلسات، هل بتنتهي المشكله تماما؟ لا، هي في مشكله لازم نبقى فاهمينها، ان الجلسات دي بيتحدد كورس معين. ايوه، ملهاش اكتر من كده. يعني مثلا في جلسات بتتعمل 8 جلسات، ممكن تتكرر كورس 6 8 تانيين، وممكن نريح مثلا اسبوعين 3 ونرجع نكمل تاني. ممكن ان احنا بنوقف لمده شهور وبعدين نرجع نكمل تاني على حسب كفاءه الجسم واستجاب للجهاز كويس ولا لا. في حاجات تانية زي الميزوثيرابي او الحقن الموضعي ممكن تساعد معايا بتفتيت الدهون او اذابتها وترضاها بره الجسم وشد الجلد عليه، فبرضه وسيله من وسائل التخسيس الموضعي. على حسب كفاءه كل جسم الدكتور بيحدد له ايه اللي هيبقى متناسب معاه. طب سريعا، يعني معانا تليفون هناخده ونرجع مره ثانيه. مين معانا؟ استاذه نرمين مجدي. اهلا بيك يا استاذ مجدي. الو، مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل يا فندم. حضرتك انا من حوالي شهرين كان وزني 80 كيلو بالظبط يعني. تمام. فكان عندي ضعف، كشفت وعملت تحاليل، الدكتور قال لي عندك ضعف، كانت بتجيني دوخه كده في اثناء الشغل، الدكتور قال لي عندك ضعف، فاعمل تحاليل، عملت تحاليل قال لي شويه دوخه بس بتعمل ضعف معاك.
قلت له الحل، قال لي حاول تاكل وما تسيبش نفسك بالجوع. فبعد كده حضرتك انا ابتديت اكل، يعني كده لما الاقي نفسي بجوع ابتديت اكل. كويس. فبعد كده حضرتك يعني وزنت نفسي من اسبوعين، لقيت نفسي 87 كيلو، يعني زدت 7 كيلو في حوالي شهرين. فانا مش عايز الزياده دي حضرتك، وفي نفس الوقت عايز المشوار الدوخه والضغط الوقت ده ما يرجعليش تاني. فايه الحل حضرتك؟ يعني طولك قد ايه يا استاذ مجدي؟ طولي حوالي 175 سم. 175 سم. طبيعه شغلك ايه؟ نعم؟ طبيعه شغلك؟ شغلي ملابس جاهزه متجول يعني حضرتك. يعني بتعمل مجهود، تمشي كتير. بعمل مجهود يعني. طيب حاضر، هرد عليك. حاضر. ايوه هرد عليك يا استاذ مجدي. حاضر. شكرا يا استاذ مجدي شكرا يا على أستاذ مجدي. اتصالك. الاستاذ مجدي هو اشتكى ان هو بيحس بدوخه او كده لما كل، بيقول لك ان هو اتظبط بس للاسف وزنه زاد، لان هو كان بيعتمد انه بياكل اي حاجه. زي ما احنا قلنا لازم ينظم وجباته، لازم ياخد 3 وجبات في اليوم، وممكن عشان هو بيمشي كتير او بيتحرك كتير ممكن ياخد سناك ما بين الوجبتين، بين الفطار والغداء وبين الغداء والعشاء، كنوع من انواع الحاجه اللي تديله طاقه وما تخلوش يدوخ كتير. بس اهم حاجه برضو ان هو لما ياكل تقريبا من وجباته بتاعه اليوم من 40 ل 60% نشويات، ما يزودش اكتر من كده. يحاول ياكل الاكل الصحي مش الاكل اللي فيه دسم كتير، عشان برضو الاكل اللي فيه دسم هيزود له وزنه وبرضو مش هيعجله الضعف. يركز شويه في الفاكهه والخضار، حتى هتعوض له نقص الفيتامينات اللي ممكن يحصل عنده، وبالتالي مش هيحصل له الدوخه والارهاق اللي ممكن يحصل له. لو هو عمل تحليل انيميا واتضح ان في عنده انيميا، لازم ياخد طبعا نوع من انواع الفيتامينات اللي بيساعد معاه، زي اللي فيها حديد وفيها فيتامين بي، هتديله قوه ونشاط شويه، وبالتالي برضو مش هيحصل عنده الارهاق والضعف، ووزنه برضو هينزل لان هو بيعمل مجهود كويس. احنا طبعا النهارده يعني استطعنا جدا بحوارنا مع دكتور هشام الوصيف استشاري التغذيه والتخسيس. اكيد هنتكلم عن موضوع النحافه، احنا الحقيقه كنا عايزين نتكلم عليه النهارده في حلقتنا بس لضيق الوقت مش هنقدر. هنتابع باذن الله هذا الموضوع مع دكتور هشام في حلقه قادمه ان شاء الله. دكتور هشام يعني احنا بنشكرك جدا على التواجد معنا لاول مره في هي والرياضه، وبنشكر كمان كل اللي اتصل النهارده بينا، وبنعتذر جدا عن يعني التليفونات بقى اللي جت، في تليفونات كتير قوي النهارده بس احنا اسفين قوي، الوقت ضيق. الوقت ضيق. ان شاء الله في الحلقه القادمه تابعونا واتصلوا تاني ان شاء الله هنرد عليكم. شكرا ليك. عفوا عفوا يا فندم. عفوا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع وهنرجع معاكم مره ثانيه مع فقره الايروبكس، انتظرونا.